حياكم الله. بالنسبة للموضوع اللي نزلته من يومين واللي كان عنوانه من هو المتسبب في اشتباكات الشيخ مقصود الأشرفية، حبيت أوضح لكثير من الناس اللي هن محرضين. وأنا لما ذكرت المحرضين واللي عم بيخاطبوا الناس بخطاب الكراهية وعم بيزرعوا الفتنة بين الناس، أنا ما خصصت طرف على حساب طرف، لا. بعض الناس اللي عم تحكي ليش ما سميت بمسمياتها، رح تسمي بمسمياتها، وين المشكلة؟ هلا الحرب اللي لا قدر الله ان اشتعلت بين مين ومين، اكيد بين العرب والاكراد، بمعنى العرب والاكراد، نعم. لانه لما عم بيتنزل المنشور والخطاب عم بيتنزل باسم الاكراد ضد العرب او باسم العرب ضد الاكراد. انا كعربي لما عم بشوف منشور من أناس ينتمون إلى الطائفة الكردية، طبعا نحن نجل الأخوة الأكراد ونحبهم في الله، أنا بتضايق لأني أنا عربي. أنا كرجل دين لما بشوف منشور أقسم بالله إني أنا يعني بحزن ويمكن أنشحن. هذا اللي رد أوصله. ولا لما بشوف منشور من عربي ضد الكردي قلبي يتألم، لأنه نحن ديننا مو هيك. ديننا مو هيك، نحن كسوريين مالنا هيك. دخلت الفتنة بيناتنا، نحن ندعو إلى حقن الدماء، ندعو إلى عدم سفك الدماء. ما بدنا حروب، ما بدنا حروب يا جماعة. والله العظيم لا قدر الله إن قامت الحرب لن تبقي ولن تذر. الكلام مو هين يا جماعة، الكلام مو مثل ما بعض الناس يعني بتفكر هذا الكلام إنه أمور خالصة وبدنا شغلتها بسيطة. لا، الأمر عظيم، بدنا مد نظر لقدام شوي يا إخوة، يا ناس، يا عرب، يا أكراد. اجعلوا مكانا للصلح، ليكن السلام هو خيارنا، ليكن حقن الدماء هو شعارنا، لتكن المحبة والتسامح والتصافح هي مرادنا، هي أخلاقنا. نحن صار في خلافات، وأنا قلت إنه إن شاء الله الأمور ميسرة وراح يوصلوا تفاهمات. نحن بدنا الصلح، وكل السوريين بدهم صلح إلا اللي عم يبثوا بنار الفتنة. ومع ذلك أنا عم بقول للناس اللي عم بتبث بنار الفتنة والمحرضين واللي عم يشتغلوا على خطاب الكراهية، افتحوا صفحة جديدة، افتحوا صفحة جديدة، لأنه الوضع خطير.